السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي وأخواتي، إزيكم عاملين إيه؟ طبعا بشاير الشتاء هلت، يعني اللفت الأحمر الجميل. بص يا حبايب، أنا عندي هنا كمية محترمة، أنا شارياها من واحدة عندنا زرعاه، يعني صابح وجاي من قلب الغيط، من قلب الارض كده والندى عليه. انا وريتهولك. انا جايباه اللي هو الاحمر، بيبقى لونه جميل قوي قوي يا جماعه لما بيتخللي. انا هو جبت القطاعه بتاعتي ونضفته تمام. احنا بنحب العروق بتاعته دي، او العرشه بتاعته دي احنا بنحبها. بقوم جايباها ومقطعاها ومنضفاها. احنا ما بنرميش حاجه يا جماعه، الورق عندنا طيورنا بتاكله زي ما انتوا عارفين. تقطعي بقى وتشكليه زي ما انت عايزه. انا عندي السكينه المشرشره دي او المضلعه، بتخلي شكله اهو مموج كده وشكله يفتح النفس. اه هي مخلل. تمام، فكره بسيطه، شغل بسيط، بقولك هنا ايه، حط لايك يا قلبي. بس اهم حاجه ان انا مش هاكله بس، لا، يبقى عندي حته فن كده في قلب الاكل بتاعي. انا ممكن عندي كان السكينه العاديه عادي، بس انا قلت طبعا تعملي ايه بقى، التاتش ايه بتاع الايه بتاع الست المصريه اللي هي مية مية. انا جبتهم وغسلتهم مره واتنين وتلاته. خلي بالك يا حبيبتي، لان اللفت بيبقى فيه طينه، اغسليه اكتر من مره. عندي هنا اللورة، هنا الشطة، طبعا اللورة فاتت. هنا عندي الهريسة اللي انا عاملاها وعاملة بيها فيديو، اللي حابب يعرف. عندي هنا الملح ابيض. عندي هنا طبعا البرطمان الجميل ده. البرطمان بتاعي ده يا جماعة بقاله أكتر من 10 سنين، جايباه على قديمه، يعني كان ساعتها بمبلغ لا يذكر. جبته ونضفته، انا ما برمهوش اهو، انا بوريك اهو ان اللفت احمر كهرمان. ده بقى هيخلي اللفت عسل عسل عسل. ب5 جنيه يا حبيبتي، الكمية دي كلها ب5 جنيه. ادي اهو جبت حبة الملح بعد ما غسلت طبعا اللفت مرة و22، لحد المية ما تبقى قشطة منه وما فيش اي حبات رمل او اي حاجة. رشيت حبة ملح محترمة، وهرش دلوقتي شطة. انت وراحتك، عايزة تكتري شطة كتري، بس عشان الاطفال تاكل منه كده قللي نسبة الشطة. انا بالنسبة لي حطيت ايه، نسبة بسيطة خالص. وحطيت برضو معلقة هريسة من ده ومن ده. طب ايه لازمته؟ بيطعم ليا المخلل ويخلي طعمه زي العسل. هنا هقوم جايبة الكمية دي كلها، هقوم حاطة طبعا عليها ورق اللورة، واحط عليها توم واحط زيتون قصدي سوري زيت، رش عليه سنة زيت. ليه؟ عشان يديني اللمعة الحلوة الجميلة. عندك كمون حطي، عندك كزبرة حطي، عندك بهارات حطي اللي نفسك فيه. المخلل لو خدمتيه هيبقى طعمه زي العسل، مش شوية ملح وخلاص، لا. هنا بقى انا هدعك الملح بالشطة بالهريسة باللورة بكل الحوارات دي، يعتبر هدعك بيه الايه اللفت. طب انت بتعملي ده كله ليه؟ عشان كل حتة لفتاية تشرب من الملح بتاعها، تفضلي تقلبي تقلبي تقلبي. تمام اهو. اللي لابس بقى، اللي عنده جوانتي يلبس. انا ما كانش عندي صراحة، كانوا خلصوا من تخليل الزيتون اللي انا عملته لكم قبل كده، وما اشتريتش لسه. فأي حاجة بقى الست المصرية احنا عارفينها مية مية، مفيش حاجة بتغلبها ان شاء الله. بأقل القليل يا قلبي هتعملي وهتظبطي بيتك. انا ممكن اشتريه، بس الدنيا غالية، حتى لو هتقدري توفري اقل القليل في بيتك ليكي. تمام، ادينا اهو، شايفه البرطمان بتاعي حلو زي الفل ازاي اهو. بس عنده حتة صبغة بسيطة كده للأمانة مكان الشطة ومكان الايه التخليل بتاعي، عشان بقاله زمن. دلوقتي أنا لو هشتريه هيتعدى مبلغ، طب عليا بإيه؟ اللي هجيبه بتمنه هجيب بيه مخلل وأحطه في قلبي منه أهو، بمنتهى الأريحية كده. وتقومي معبية المخلل بتاعك وظبطاه. تمام. أنا هنا ما حطيتش له خل، قلت لا ياخد راحته خالص عشان ممكن ينهري منك. وظبوط الملح، انا عايزاه ياخد راحته خلال تقريبا والله اعلم كده فترة بسيطة، 3 ايام 4 ايام تاكلي منه.
تمام. بس زودي الملح سنة عشان اللفت بيشرب الملح. طيب هفتح عليه امتى؟ افتح عليه تاني يوم او تالت يوم. ان لقيتيه محتاج شوية ملح حطي عادي، كل حاجة في ايدك. تمام. ان لقيتيه ملحه زيادة عادي برضك، قبل ما تقدميه للأكل حطيه أو انقعيه في شوية مية من الحنفية عادي خالص خالص، وتقومي حطاهم يا قلبي. حاجة بسيطة مش هيكلفك أي حاجة. أنا هدفي إن انتي تسعدي نفسك. وفري لبيتك، وفري لنفسك. افتحي نفس ولادك، افتحي نفس زوجك، افتحي نفسك انتي ذات نفسك. غالية غالية. مش هقدر، لا إن شاء الله هقدر. الناس كلها بتشتكي، احنا بنقول يا رب اقل القليل. اهم حاجة الرضا. انا اهو خليت الكمية بتاعتي كويس، وتقومي بقى محركاه كده بايدك تدكيه لتحت كده عشان ما تسيبيش فيه فراغات. انا دلوقتي هحط له، بقول لك هنا هحط له ميه من الفلتر عندك، تمام. ميه من الحنفيه، تمام. ميه اي ميه بقى، بس تكون ميه حلوه كده عشان ما تبوظي المخلل بتاعي. طب انت كمان هتتكلمي بقى في الميه المخلل؟ يا ستي كلي لقمه نظيفه، مش عيب. اكل حاجه اعملها بمزاج. انا اهو خللت الكميه كلها ودقت الملح بتاعي ولقيته محتاج سنه، رحت حطاله. انا هنا بفكر احط في الغطا، لان غطا البرطمان ده مش موجود عندي. هنا اهو كام فص توم كده يطعموا ليا برضك الميه بتاعه اللفت، ويطعموا ليا اللفت. عندي سنه زيت عشان يدي لمعه لللفت. اي نعم لفت، بس هخليه عسل عسل عسل. اهو يا حبيبتي هجيب الكيس معايا، كيس نظيف افتحه اهو، وهجيب الغطا. اي غطا اهم حاجه تكبسي عليه، ما تدخليش هوا، ما يبقاش فيه هوا عشان ما يعفنش منك. تمام. واقول لك يا قلبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.